بقالنا اسبوع ما نشوفش بعض، ما بتتصلش تسال انا فين. وممكن اقعد 6 سنين ما اعرفش عنك نعم. ولا اعبرك في الكذا عشان اوثق فيكي، عشان عارف لو سبتك عمر كامل انت مش تغلطي ولا تعملي حاجه تانية. دي الثقه انا بنيتها دي عايزه تدي كل حاجه. هو ده الحب. والله يعني مش عايز احلف، يعني انا بحبك فمش عايز احلف. مش عايز تحلف وبتحبني، ايه العلاقه؟ العلاقه حلوه، المشاركه طبعا فيها ايه مشكله؟ الناس بتحسدنا على وجودنا في حياه بعض. فعلا. فعلا. اسالي ماما. هو انا اصلا اعرف ماما؟ ده انا كل ما اقول لك عرفني عليها، طب خليني اكلمها، تقول لي سبب مختلف عن التاني. انا قلت لك قبل كده ان ماما نفسيتها تعبانه. ليه؟ ايه اللي ايه؟ نفسيتها تعبانه من ساعه ما عرفت انها ما بتخلفش، متضايقه ومتدمره. ثانيه مش فاهمه، يعني ايه ماما عرفت انها بتخلف؟ ايه؟ تقول ايه؟ وايه لو انت مكتباني حتى في دي كمان افول على امي يعني؟ مش لا فعلا انا امي ما بتخلفش، ممكن اجيب لك كل الاشعه اللي بتثبت ان انا بقول كده. مش عارف معمل ايه ده. مش في معمل، دي اشعه كانت مطلعها عليها عمتي عشان ما بيحبوش بعض، وهي من ساعه الاشعه دي وهي تعبانه. ايوه اسالي اي حد في عيلتي. هو انا ليه بجد تعبه نفسي؟ انا ليه تعبه نفسي معاك وانت اصلا خنتني مع اقرب صاحبه ليا؟ هو مربطك ليه مع واحده ما تعرفهاش تقعدي تسالي عليها ومين دي وجايه منين، وعلى ما تجيبي قرارها تكوني خلاص فرغتي مش قادره تنتبهي منها. انا يا وفرت عليكي حبيبي. طريق. انت بص على الحب من منظور عيال صغيره واحنا كبار قوي. هديكي كده. طب انا هعمل حاجات عيال صغيره وهمشي. عايز حاجه؟ سيبي حسابك. خلاص انا اسف.